استعدوا أيها الأبطال، فنحن على وشك الدخول في حكاية مدمرة مليئة بالأسرار والإثارة والمفاجآت، فأمسكوا مسلياتكم واجلسوا باسترخاء، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك. والآن لنبدأ الملخص. في عالم تحكمه السيوف والتعاون، حيث لا مكان للضعفاء، يقف فتى عادي بلا موهبة في السحر متحديا قوانين القدر. حين يسخر منه الجميع ويقصى من صفوف السحرة، يختار طريقه الخاص، طريق الدمار والعرق والأمل. هنا تبدأ حكاية ذلك الذي حمل سيفه ليشق به الظلام وليثبت أن الإرادة تفوق أي قوة سحرية. ده هو واللي بيكون في أكاديمية ريغاردين السحرية، وبيكون موجود فيها السحرة. بيقدر ويل إنه يدخل مكان اسمه الديماس وبيقتل الوحوش، وبيكون ويل شخص مجتهد ودحيح، لكنه مش بيقدر يستخدم السحر. في يوم بيكون الأستاذ إدوارد بيشرح الدرس، وفجأة بينادي على ويل وبيطلب منه يجي علشان اختبار السحر. فبيتوتر ويل أول ما بيسمع كده، وبيروح علشان يستخدم سحر النار، لكن مش بيقدر ويل إنه ينجح، والطلاب كلهم بيضحكوا عليه. فبيسكتهم إدوارد وبيقول لويل: أنا مش مصدق إنك مش قادر تستخدم أساسيات السحر، أنت ميؤوس منه. وبيقدر طالب إنه يستخدم السحر ويعمل سحر النار اللي فشل ويل فيه، وبيبقى الطالب ده اسمه شيون. بعد كده بيستخدم إدوارد السحر بتاعه وبيقول لهم السحر هو القوة، وبيبدأ إنه يهزأ في ويل وبيقول له: أنت أحسن لك تمشي من الأكاديمية. بعد كده بيخرج ويل، فبيجيله شيون وبيقعد يتنمر عليه، لكن بتيجي كوليت وبتدافع عن ويل وبتقول لشيون: ويل شخص لطيف وبيعمل اللي عليه. فبيضحك شيون وبيقول لها إنه يكون لطيف ومجتهد ده مش هيخليه يبقى ساحر عظيم، وبيقول لويل: أنت عمرك ما هتكون ماجيا فايندر، وبيسيبه ويمشي. بعد كده بيتمشى ويل مع كوليت وبتشجعه وبتقول له: ما تخليش حد يأثر عليك، وكلام إدوارد وطريقته غلط. فبيقول لها ويل: إني مش عارف أستخدم السحر ده حقيقي، وما دام في بنت ظريفة زيك بتشجعني يبقى مش هخاف من حاجة. فبتتوتر كوليت وبتقول له: أنت إيه هدفك من إنك تقول لي كلام زي ده؟ فبيتأسف ويل وبيحاول يعاكسها أكتر، فبتتعصب كوليت عليه وبتضربه. بعد كده كوليت بتلاحظ إن ويل بيبص على حاجة، فبتقول له: أنت بتبص على إيه؟ فبيقول لها ويل: شكل شعاع الشمس ده حلو، وبنعرف إن من زمن بعيد جدا كانت الناس بتعيش في الظلام، فظهر أقوى 5 سحرة وقدروا إنهم يحرروا الناس من الظلام. وبنرجع للوقت الحاضر وبتقول كوليت لويل: أنا شايفة إن عصا الجليد السحرية البيس بتحرسنا. فبيقول لها ويل: أنا شايفها دلوقتي وهي قاعدة عند الشباك. بيفتكر ويل زمان لما كان قاعد مع صديقة الطفولة وبتكلموا صديقته عن الشمس والقمر وعن غروب الشمس، وبتقول له: أنا نفسي أقرب من البرج علشان أشوف غروب الشمس. فبيقول لها ويل: إيه رأيك نروح مع بعض؟ ويبقى ده وعد منهم إنهم يروحوا مع بعض. وبتقدر صديقة ويل إنها توصل للبرج مع إن سنها كان صغير، لكن بالنسبة لويل فبسبب إنه مش بيقدر يستخدم السحر ما قدرش يوصل هو كمان، لكنه هيفضل يحاول علشان يقدر ينفذ وعده. بيروح ويل بعد كده لأستاذ واركنر وبيكون متضايق من ويل بسبب إنه دخل الديماس بدون إذن. فبيتأسف ويل على اللي عمله وبيسأل واركنر عن النقاط بتاعته، فبيقول له: أنت كسبت نقطتين. فبيفرح ويل لما بيسمع كده، فبيقول له واركنر: أنت لسه عايز تكون ماجيا فايندر، وعشان تبقى كده لازم تعمل اللي عليك من كتابة وتعويذات. أنت محتاج عدد كبير من النقاط، وبما إنك مش بتعرف تستخدم السحر فعمرك ما هتقدر تكسب نقاط تعويذة أبدا. فبيقول له ويل: عشان كده أنا بركز على التطبيق العملي. فبيقول له واركنر: إنك تتقدم من خلال التطبيق العملي ده مستحيل، بس أنت لازم تكسب 4 نقاط على نهاية الأسبوع. فبيتفاجئ ويل وبيقول له: إيه على نهاية الأسبوع؟ أنا هجيبهم منين دول؟ وبيطلع ويل كتب وبيقعد يدور فيها على حل. فبيبص عليه واركنر وبيحس إنه غلبان، فبيقول له: أنا هسأل، بص في وحش في الطابق السادس ما حدش قدر يهزمه لسه. فجأة بيلف بيلاقي ويل بيحضنه وبيشكره، لكن بيبقى شيون بره وسمع كل حاجة وبيقرر إنه هو اللي هيروح يقتل الوحش. وبنروح بعد كده للديماس الطابق السادس، وبيبقى ويل متحمس إنه يقتل الوحش، لكن حيوان ويل اللي بيكون اسمه كيكي قلقان جدا بسبب اللي حصله المرة اللي فاتت. وعلى الناحية التانية بيكون شيون وأصحابه ماشيين في الديماس، وبيخطط شيون إنه يقتل الوحش وبكده هيتخلص من ويل. فبيقول لريل لشيون: إحنا ممكن نكون في خطر هنا. فبيبص له شيون وبيقول له: أنت ما تعرفش أنا مين ولا إيه؟ فبيعتذر له صديقه باريت وبيقول له ريال: مش قصد. لكن فجأة وهم ماشيين بيهجم الوحش على باريت وبيضربه ضربة بتطيره وبيدمر بيه الصخور. فبيبص لريال ورا علشان يشوف إيه ده، فبيلاقي إن في وحش ضخم واقف ورا، فبيخاف وبيصرخ صرخة قوية:
أول ما بيسمع ويل الصرخة بياخد بعضه وبيجري ويشوف في إيه. لما يوصل بيلاقي شيون واقع على الأرض وبيقاتل الوحش، وبيهجم شيون على الوحش بتعويذة نارية، لكن الوحش مش بيتأثر وبيفضل يهجم على الوحش ومفيش أي حاجة مأثرة في الوحش. وبيقرب من شيون اللي بيبقى خايف من الوحش، وبيفكر ويل إنه ينقذه ولا لأ. وبعد اللي عمله فيه، لكن بيشوف ويل صديقة الطفولة قدامه وبتقول له أنت لطيف وشجاع وشوية كلام حلو، وبتديله نظارة. وبنرجع للوقت الحاضر، بنشوف ويل بيلبس النظارة وبيجهز نفسه وبيجري بكل سرعته علشان يلحق شيون قبل ما الوحش يقضي عليه. وبيقدر ويل انه يصد ضرب الوحش بالسيف بتاعه. وبنروح لادوارد اللي بيدخل فجأة على واركنر وبيقول له شيون واصحابه راحوا الديماس من غير اذني. فبيتفاجئ واركنر وبيقول لادوارد هم راحوا الطابق الكام؟ فبيقول له ادوارد الطابق السادس. فبيقول له واركنر يبقى مفيش داعي للقلق. فبيستغرب ادوارد من كلامه، فبيقول له واركنر ما تقلقش ويل هناك وبيستخدم البلورة بتاعته. واللي بيصد ضربات الوحش يمين وشمال وبيجري بكل سرعته وبينط يضرب الوحش بكل قوة وبيقطع للوحش صباعه. لكن الوحش بيهجم على ويل، بس على مين؟ ده ويل المتين، وبيقدر يتفادى ضربة الوحش وبيهجم الوحش بكل قوته وبيحاول انه يصيب ويل. لكن ويل قديم في الضرب غشيم وبينط لفوق وبيضرب الوحش بالسيف في ظهره وبيخلص عليه. وبيبقى شيون متفاجئ من قوة ويل. بنروح لإد اللي بيكون مش مصدق ان ويل عمل كده، وبيقول واركنر لإدوارد ان ويل عنده قوة كبيرة مش موجودة عند أي ساحر. بنرجع لويل المتين وبيهجم الوحش عليه وبيطيره في الجو وبيهجم عليه بالسلاح بتاعه. لكن على مين؟ ويل بيطير وبيضربه ضربة قوية بيقطع دراع الوحش وبيقع السيف بتاع الوحش. فبياخده ويل، لكن الوحش بيكون لسه عنده كتير وبيطلع شعاع وبيضربه على ويل. لكن برضه الوحش غشيم وما يعرفش ان ويل متين وبيصد الشعاع بالسيف وبيرد له الشعاع وبيقطع الوحش حتت. ومن وسط الدخان بيخرج ويل وبيجري على شيون وبيمد له ايده، لكن الغل جوه شيون وبيضغط على اسنانه وبيبقى متعصب. وعلى الناحية التانية بيكون ادوارد متعصب ومش مصدق ان ازاي واحد مش قادر يستخدم السحر يعمل كل ده. بيجي تاني يوم وبنشوف ويل واقف مع الاستاذ واركنر وبيقول له واركنر انت هتاخد 10 نقاط. وبيبقى ويل فرحان قوي بكده وبيخرج وبيتمشى في الأكاديمية وبيحس إن صديقته بتبصله وهي فرحان. وبنرجع بالزمن 5 سنين وبنشوف ويل وهو حزين بسبب التنمر الكتير اللي كان بيحصل له بسبب إنه مش بيمتلك قوة سحرية. وصديقة الطفولة وصلت لحلمها وهو عايزين يطردوه من الأكاديمية. لكن بيروح ويل مع واركنر لمديرة الأكاديمية وبتعمل له اختبار وبيستخدم السحر وبتديله السكينة. فبياخدها ويل وبيزق واركنر بعيد وبيهجم على كل الأهداف وبيتصدم واركنر من قوة ويل. فبتوافق المديرة على ويل وإنه يقدر يكمل في الأكاديمية. بيعيط وبيقول للمديرة لو فضلت في الأكاديمية ودرست هقدر أوصل للبرج. فبتقول له لو عملت اللي عليك ممكن تقدر. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف ويل وهو قاعد في المحاضرة بتاعة واركنر وبيشرح ليهم إزاي يوصل للبرج. وعشان يقدروا يعملوا كده في طريقتين، أول واحدة هي إنك تبتكر سحر جديد، والتانية إنك تجمع نقاط علشان توصل. وبعد ما بيخلصوا بيتمشى ويل وكوليت وبيلاقوا الطلاب متجمعين وليريل وبيقول لشيون هو اللي هزم الوحش اللي هجم علينا في الديماس. بس شيون بيكون قاعد متضايق لأنه هو ما قدرش يعمل كده. ولما بيشوف ويل معدي من قدامه بيتعصب وبيقوم يهجم على ويل وبيوقع منه الكتب وبيقول له انت عديم الموهبة ازاي قدرت تعمل كده. فبتروح كوليت توقف فبيسيبوا شيون وبيمشي. بعد كده بنروح لإدوارد اللي بيطلب من المديرة إنه يطرد من الأكاديمية. فبتقول له المديرة مش هينفع نطرده بعد ما بقى خلاص في السنة السادسة ليه. وبتجيب السجل بتاعه بتقول له إدوارد درجات ويل ممتازة واحنا لازم نخرج من هنا علماء مطلعين. فبيقول لها إدوارد بس ويل مش عايز يكون عالم وعايز يبقى ماجيا فايندر. فبتقول المديرة أنا هخليك تختبره ولو فشل في الاختبار فأنا هسيب مسألة إنه يتأهل أو يطرد عليك. وبنروح بعد كده لويل واللي بيكون مش بيعرف يفتح الخزانة بتاعته من غير مساعدة كوليت لأنه مش عارف يستخدم السحر. بعد كده بيروح للمكتبة وبيقعد مع كوليت يذاكروا شوية ويقعد ويل يقرأ المعركة اللي كانت بين الأقزام والسحرة لأنه كانوا بيعملوا الأقزام معاملة وحشة. وبيحب القصة دي لأن فيها مقولة حلوة وهي حتى العزيمة تقدر تتغلب على السحر. فبتقول له كوليت هي دي مقولة الأستاذ واركنر. فبيقول لها ويل أيوة. وفجأة بيدخل عليهم إدوارد وبيقول لويل أنا عايزك في قاعة التعويذات ويل وحدك. ولما بيروح ويل معاه فبيقول إدوارد لويل أنا عشان شايفك مش قادر تستخدم السحر أنا هساعدك وهديلك درس تكميلي. وبيستخدم إدوارد السحر وبيقول لويل أنت مهمتك إنك تصيبني إصابة واحدة، لو نجحت هكافئك ب5 نقط في التعويذة، لكن لو أنت فشلت أنا هطردك من الأكاديمية. وبيعمل تعويذة تحت ويل
بنروح بعد كده لواركنر اللي بتكون المديرة استدعته وبتوريه اللي بيحصل دلوقتي مع ويل وإدوارد، وبتقول له المديرة إدوارد دلوقتي بيعمل اختبار وانت ممنوع انك توقفه. وبنشوف إدوارد وهو بيهجم على ويل وبيحاول ويل انه يتفادى الهجوم بتاعه. وبيقول واركنر للمديرة ان إدوارد يختبر ويل ده شيء صعب، لان إدوارد كان هيبقى ماجيا فايندر. صحيح هو اتهزم بس قدر يوصل لقمة البرج. وبنروح لإدوارد اللي بيعمل تعويذة بتعمل انفجار، بيطير ويل وبيجري ويل بسرعة كبيرة وبينط وبيضرب إدوارد، لكن إدوارد بيقع ويعمل درع يصد بيه ضربة ويل وبيطير ويل لبعيد وبيضربه ضربة قوية بيوقعه على الأرض. وبيبقى رودو مش لاقي أي ثغرة عشان يهزم بيها إدوارد، فبيستخدم إدوارد تعويذات سحرية كتير وبيهجم على ويل وبيطيره، وبيحس ويل إنه ما عندوش أي فرصة إنه يهزم إدوارد. بعد كده بيروح كيكي لكوليت وبيكون بينزف دم، فبتفهم كوليت إنه ويل أصيب. وعلى الناحية التانية بيكون إدوارد بيقرب من ويل وبيقول له انت لو ما قدرتش انك تهزمني يبقى مش هتقدر توصل للبرج، وبيدوس على دماغ ويل وبيقول له انت بالسيف بتاعك مش هتقدر تهزم السحر، وبيقول له انت ليه عايز تكون في البرج؟ فبيطلع ويل النضارة بتاعته وبيقول له انا عايز اكون مع الشخص اللي حبيته. فبيتفاجئ إدوارد اول ما بيسمع كده، وفي الوقت ده بتوصل كوليت ومعاها السيف بتاع ويل وبترميله السيف، فبيقدر ويل انه يمسك السيف. فبيهجم إدوارد على ويل بقوته السحرية، لكن بيقدر ويل انه يشد ضربة إدوارد، فبيستخدم إدوارد قوة سحرية كبيرة وبيهجم على ويل بكل قوته، لكن على مين ده؟ ويل المتين، وبينط ويل لفوق وبيفتكر قائد الأقزام اللي هجم بكل قوته على الساحر، وبيقرر ويل انه يهزم إدوارد وبينط لفوق وبينزل على إدوارد ويخترق الحاجز بتاعه وبيهجموا هما الاتنين على بعض، بس ما فيش حد فيهم بيأذي التاني إلا جرح بسيط في وش إدوارد، وهو ده المطلوب للنجاح في الاختبار. فبيسيبوا إدوارد وبيمشي وبيقول له انا هديلك 5 نقط في التعويذه، وبتبقى المديره مش مصدقه ان ويل عمل كده. وبيجي تاني يوم وبيبقى ويل شغال وبيوزع الجرايد، لكنه بيقع هو طالع السلم والجرايد بتقع منه، بس بيقدر انه يمسكهم كلهم. وبيلاحظ خبر بيتكلم عن صديقته القديمه وانها قدرت تصنع سحر جديد وقدرت تحقق انجاز عظيم، وبيرى انها قدمت طلب الاكاديميه. وبيروح بعد كده ويل لصديقته روستي وبيطلب منها تصنع ليهم أداة سحرية، وبيجهز ويل نفسه وبياخد الأدوات السحرية من روستي. وبيروح ويل للدماس الطابق الرابع وبيلاحظ إن السحرة بيقتلوا الوحوش، لكن فجأة بيحصل هزة في المكان وبيكون شيون اللي عمل كده، وبيتفاجئ ويل من قوة شيون، وبيقرر ويل إنه يتعمق أكتر. وبيتفاجئ لما بيلاقي بنت واقعة على الأرض وبيلاقي فيه وحوش كتير محاصرينها، لكن بيتدخل ويل وبيهجم على ال3 وبيقطعهم. فبتتفاجئ البنت من قوة ويل وبتشكره وبتعرفه إن اسمها إيريس. وبنروح لمحاضرة واركنر اللي بيشرح للطلاب إن اللي يعمل سحر جديد ده تقدم كبير، وبيكون اسم السحر مرتبط بالسحر المبتكر، وتعويذة الظلام بتكون على اسم ساحر قديم. فبتسأله طالبة إن الساحرة اللي قدرت تبتكر سحر جديد شاطرة، فبيقول لها واركنر دي رائعة، دي قدرت تبتكر 12 تعويذة، دي واحدة من أعظم السحرة اللي تسجلوا في التاريخ. وبيقول ويل إنهم عايشين تحت حاجز مزيف، أول ما الحاجز ده يقع هيرجعوا للظلام مرة تانية، وإحنا الطلاب مش بننفذ الطلبات عشان معجبين بالماجيا فايندر، لكن ده هيساهم في وجود النور في المدينة. وبيكون ويل ماشي مع آيريس وبتقول له أنا مرة قابلت بايليفاريا، ودي بتكون صديقة ويل القديمة، وبتعرف ويل إنها كانت مرة في الديماس وفجأة ظهر ليها وحوش كتير. فجأة شافت الوحوش قدامها كلها متجمدة، ولما بصيت جنبي شفت بايلفاريا وقربت عليا وقومتني وقالت لي خلي بالك بعد كده. وبتكون آيريس فرحانة إنها قدرت تقابل بايلفاريا وتتكلم معاها، وعشان كده هي موجودة هنا وبتدور على وحوش اسمها سائر الصقيع، لكنها ما قدرتش إنها تلاقيهم. وبتلاحظ إن ويل بيعمل حاجة، فبتقول له أنت بتعمل إيه؟ فبيقول لها ويل لما وحش سائر الصقيع بيتحرك بيسيب أثر وراه، وفي واحد قوي قدامنا في مكان محدش يقدر يوصل له. وبيروح ويل وآيريس يدوروا على الوحوش، وبيستخدم ويل الأدوات السحرية اللي معاه، وفجأة بيظهر الوحش فوق منهم، لكن ويل مش بيستنى، بسرعة بياخد آيريس وبيبعد وبينزل الوحش على الأرض وبيعمل انفجار كبير، وبيضرب الوحش شعاع بيبقى عايز يدمر ويل وآيريس، لكن مين ده؟ ويل المتين، وبيهرب من الشعاع وبينط لفوق وبيتفادى شظايا التلج وبينزل على الأرض. فبتقول لآيريس لويل أنت مش هتقدر إنك تهزمه، ده أي شيء بيلمسه بيتجمد، عشان تهزمه لازم تستخدم هجمات سحرية. لكن مش بيستسلم ويل وبيستعد إنه يهجم على الوحش، وبيجري ويل بسرعة في اتجاه الوحش، لكنه بيطلع شعاع وبيهجم على ويل وبيدمر الكهف بالشعاع بتاعه، وبتقع قطع تلج ضخمة على ويل، لكنه بيتفادى كل ده وبيجري بسرعة وبيتزحلق تحت الوحش، لكن الوحش بيدمر الكهف.
فبتهرب ايريس قبل ما التلج يقع عليها، وبتشوف ويل وهو بيجري وبيحدف الخطاف اللي معاه على الوحش، وبيفضل ويل يلف حوالين الوحش عشان يربطه بالحبل اللي معاه علشان يدمره. وبعد ما بيقدر ويل انه يربطه من كل حته بيخليه يقع على الارض، وبيستخدم ويل قوه ناريه وبيولع في الحبل، والحبل بيولع من كل حته حوالين جسم الوحش، وبيعمل انفجار كبير. وبتكون ايريس جاسوسه وشافت كل مواهب ويل، وبتفكر وبتقول ازاي انا هقدر ابلغ باللي حصل. وبياخد ويل اللي باقي من الوحش وبيقول لايريس احنا مش هنرجع. وبتروح ايريس لبرج السحر وبتقول لهم انها اكتشفت شخص قوي بس مش بيقدر انه يستخدم السحر. فبيتفاجئوا السحرة اول ما بيسمعوا كده، فبيقول لها واحد من السحرة احنا هنأجل الكلام لغاية مهرجان السحر العظيم. وبيختفوا السحرة ما عدا بايلفاريا، وبتبقى عارفة ان الكلام ده على ويل. بنشوف بعد كده عدد كبير من السحرة في تحدي مع روبوتات كتير، فبيستخدم شيون سحر النار وبيدمر الآلي، وبتستخدم كوليت قوتها السحرية وبتهجم على عدد كبير من الروبوتات بالصخور. وبيجي الدور على ويل وبيهجم ويل على الروبوت، لكن الطلاب بيشتتوا انتباه ويل فبيضربوا الروبوت ضربة قوية وبيطيروا، لكن السحرة بيسعدوا في تدمير الروبوتات. واحد من السحرة بيستخدم سحر الجليد وبيهجم على الروبوت وبيجمدهم، وبيبقى الساحر ده اسمه يوليوس، وليهانا وفيجنال هما دوال اللي قدروا انهم يتأهلوا. لكن بيبقى ويل متضايق لانه مش قادر يستخدم السحر ومش هيقدر يوصل للبرج. وفجأة بيجيله يوليوس وبيقول له مش عايز اشوفك، فبيبعد ويل عن طريقه. فبيقول واحد من اصدقاء يوليوس ليوليوس انت قدرت بضربه واحده انك تقضي على الوحوش، اكيد هيتم اختيارك في مهرجان السحر. وبنعرف ان مهرجان السحر بيتعمل كل سنتين وبيبقى فيه منافسات متنوعه، والسحره بينزلوا على البرج علشان يختاروا، وبيبقى في 4 مجموعات. اولا عصا سيد البرق، وعصا الليف المقدسه، وعصا امبراطور اللهب، وعصا عذراء الجريد، وعصا سلطان الضوء. وده هو الماجيا فايندر اللي بيقود كل الجماعات دي. وبيكون كولت قاعده مع ويل وبتقول له لو قدرت تلفت الانتباه اي مجموعه من دوال هتوصل للبرج. فبيقول لها ويل لا ما حدش هيبص لي، انا ما عنديش اي موهبه سحريه. فبتقول له كوليت انت لو اشتركت هتغير نظره الناس ليك. فبيفتكر ويل لما اشترك في المهرجان وبيحدف الجمهور على ويل الزباله بسبب انه فاشل. فبيروح ويل وكوليت يتفرجوا على السحره. فبتقول له كوليت لويل فهيبقى في مستكشفين كتير، ولو ما قدرناش نوصل للبرج في احتمال اننا نوصل لطريق تانية، وعشان كده لازم تشترك. وبعد كده بيروحوا عند باب وبيستخدم كوليت كيكي وبيفتح الباب، ولما بينزلوا تحت بيلاقوا السحرة متجمعين وبيعملوا مزاد على الساحر اللي هيكسب. وبيشوفوا شيون واقف وبيكون متضايق وبينادي ويل على شيون، فبيتعصب شيون اول ما بيشوفهم، لكن بتوقفوا كوليت وبتحذروا انه ما يعملش اي حاجه. فبيسالوا ويل وبيقول له انت هنا ليه؟ فبيقول له شيون مالكش دعوه. فبيقول اصحاب شيون عشان شيون مش قادر يبقى زي السحرة الثلاثه الاقوياء. فبيتعصب شيون عليهم وبيقول انا مش مهتم بيهم، انا من حيث المهاره السحريه انا مش مختلف عنهم. وبيجي الليل وبيروح ويل علشان يشتغل في المطعم، وبيروح وبيقدم الاكل للزباين. وبيكون في شخص عجوز اسمه دونان وبيقول لويل انت بتشتغل شغلانتين وبتدرس، انت بتتعب بجد. فبيقول له ويل انا لو ما اشتغلتش مش هقدر ادفع مصاريف المدرسه. فبيقول له دونان مش انت لو شاركت في مهرجان السحر ده ممكن يساعدك؟ فبيتضايق ويل وبيقول له لا مش هينفع. فصاحبة المطعم بتنادي على ويل وبتقول له كفاية كلام واشتغل، صاحبك بيشتغل أحسن منك. وبيكون الأقزام اللي في المطعم بيحبوا ويل. وبعد كده بيروح ويل وروستي ينظفوا الصحون، وبيقول روستي لويل مش الأجور اللي بيدفعها الأقزام قليلة، كان الأستاذ واركنر هيشوف لك شغل أحسن من كده. فبيقول له ويل أنا بسبب مشاكل كتير للأستاذ واركنر، وأنا بحب الأقزام لأنهم طيبين وبيعرفوا يستخدموا الحرفة بتاعتهم. فجأة بيدخل عليهم يوليوس وأصحابه وبيتريق على المطعم. فبيقول له صاحبه أنا آسف بس المطاعم كلها مقفولة. وبيلاحظ روستي وجود يوليوس وبيقول لويل هو مش ده من الأكاديمية. فبيتفاجئ يوليوس لما بيشوف ويل موجود في المطعم وبيقول له ما تقوليش إنك شغال هنا. فبيشتم ويل والأقزام. فبيتضايق دونان وبيقول له أنت بتقول إيه؟ فبيهديه واحد من الأقزام. فبيبص له يوليوس وبيقول له إيه مش عاجبك ولا إيه؟ أنتوا شوية أشخاص مالكوش لازمة، أنتوا عايشين هنا بفضل مننا. وبيقعد يوليوس وبينادي على حد يجيب له أكل، لكن بيبقى دونان متعصب وماسك نفسه بالعافية وبيقدم روستي الأكل ليهم. فبيتريقوا السحرة على الأكل اللي نزل لهم، وبيفضل يوليوس يشتم في الأقزام. فبيخرج ويل ليهم وبيقول ليوليوس اتراجع عن الكلام اللي انت بتقوله، انت ما ينفعش تتكلم عن الأكل بتاع الأقزام بالطريقة دي. فبيتفاجئ الأقزام من كلام ويل، فبيقول له يوليوس ما دام محدش فيكم بيستخدم السحر انتوا اللي هتعالجوا بعض. فبيضرب يوليوس طبق الأكل برجله بيطيره على هدوم ويل. فبيقوم الاتنين اصحاب يوليوس وبيقولوا لويل انت هتفضل واقف زي العبيط كده. فبيمسكهم ويل وبيضربهم وبيوقعهم على الارض، وبتيجي المشروبات على يوليوس. فبيتعصب يوليوس وبيحول كل حاجه لتلج وبيعمل تعويذه تحت ويل وبيخرج منها خزايا الدم.
لكن بينط ويل بسرعة كبيرة على ترابيزة وبتوصل له شظايا التلج لغاية وشه، لكنها مش بتجرحه، فبيضربها ويل برجله بيكسرها، فبيهجم يوليوس بكل قوته على ويل، لكنه بيتفادى الهجوم، لكن بيقدر يوليوس انه يهجم على ويل وبيثبته على الحيطة وبيعمل وردة تلج في جسمه، لكنه بيرجع في كلام بيقول لويل ويشارك في مهرجان السحر وبيدمر الجليد اللي ماسك ويل. فبيقول له ويل انا لو كسبت انت هتعتزل الاقزام. وبيجي يوم مهرجان السحر وبيكون رئيس كشاف فرقة النار روج بيقول لأتباعه يخلوا بالهم كويس، وبتبدأ أول مسابقة بين السحرة، وبيكونوا راكبين على تنانين وبيقدروا إنهم يعدوا بيهم من دواير السحر، وبتكون ليهانا قادرة تسبقهم، وبتكون إيريس موجودة مع المديرة، وفجأة بتغير شكلها وبتمشي عشان تشجع ويل، وبنروح لشيون اللي بيكون فرحان إن كوليت حسيت بوجوده أخيرا وطلبت منه ينضم للفريق بتاعها، وبيجري شيون وهو فرحان، لكن أول ما بيفتح الباب بيلاقيها واقفة مع ويل، فبيتضايق شيون وبيقول لها ويل ده بيعمل إيه هنا؟ فبتقول له كوليت أنا قلت لك تنضم للفريق عشان ويل يقدر يشارك، لازم أنت تنضم لينا. فبيتعصب شيون أنت واحد زيك يشارك ليه في المهرجان؟ فجأة بيدخل عليهم يوليوس وبيبص لويل بنظرة مرعبة، فبيتضايق شيون لما ويل مش مهتم ليه، وبيفتكر لما ويل أنقذه من الوحش، وبتبدأ المنافسة بين فريق فينجال وفريق يوليوس وفريق ويل، وبيضحكوا الطلاب أول ما بيشوفوا فريق ويل، وبيخرج بعد كده ويل بيلاقي واركنر وبيتفاجئ واركنر أول ما بيشوفه وبيقول له أنت إزاي تشارك في المهرجان؟ فبيقول له ويل أنا حتى لو هخلي الناس تضحك عليا فأنا ده أكتر شيء عايز أفوز بيه. وبتبدأ المسابقة والسحرة بيجروا كلهم، وبيقابل يوليوس وأتباعه عدد كبير في الغلام. على الناحية التانية بيجري ويل بسرعة كبيرة ناحية الغلام، وبتسعده كولات بتعويذة سحرية بتخلي إيده حديدية، وبيهجم ويل وبيضرب الغلام بكل قوته وبيطيره وبيقدر يدمر الغلام اللي وراه، وبيقعوا الاتنين اللي كانوا بيتريقوا على ويل على الأرض، وكل الناس مش بتبقى مصدقة إن ويل قدر يعمل كده، وبيبقى شيون متضايق ومشاهد إنقاذ ويل ليه بيعدي قدامه لأنه كان فاشل ومش قادر يعمل حاجة، والشخص اللي بيقول عليه فاشل هو اللي أنقذه، وبيقدر ويل إنه يعدي أول أرض وبيدخل على الأرض التانية، وبيبقى في صناديق فيها تعويذة سحرية بيخرج منها صخور بتضرب عليهم، وبيقدر ويل إنه يعمل حاجز سحري من الصخور يحمي بيه نفسه، وبتستخدم كولات تعويذات سحرية كتير بيقع منها السيوف، وبياخد ويل السيوف وبيحدفها على الصناديق وبيدمرها، وبيفضل صندوق واحد مش بيتدمر، وبيجري ويل وبيضربه بالسيف بيدمره، وبيكون الناس مبهورين بسحر كولات وأداء ويل اللي بيقدر يكون سريع ويدمر أي حاجة قدامه. وعلى الجانب التاني فريق فانجال بيطلع عليه نبات ضخم وبتاكلهم، وبيحاولوا كل الفرق إنهم يوصلوا للتاج، وبيكون يوليوس متضايق لأن ويل فريقه في الصدارة، وبيوصل ويل لآخر مكان وهي الغابة المسحورة، وبيلاقي قدامه فخاخ كتير، لكن على مين؟ ده ويل المتين بيمسك سيفه وبيقدر يدمرهم كلهم، وبيخلي الفخاخ تضرب على بعضيها ويدمروا بعض، وبيتضايق ادوارد لانه هو اللي عامل الفخاخ دي، وبيقدر ويل يعدي ويكمل بكل عزيمه، لكن كل ده بيتدمر لما بيلاقي فجاه قطعه ثلج خرجت فجاه ودخلت في جسمه. ولو فاكر ان كده ويل انتهى تبقى انت طيب وغلبان، والعبايه بتاعت ويل هي اللي اتصابت، واللي بيبقى عامل كده هو يوليوس. فبتتصدم كولات وويل أول ما بتلاقي يوليوس قدامها وإنه قدر يسبقهم لهنا، وفجأة يوليوس التعبان بيهجم عليهم وبعد كبير من شظايا التلج عليهم، لكن شيون بيفجرها ويشعللها نار، واخيرا بيتحرك وبيثبت ان قد المسؤوليه، وابن اللعيبه بيستخدم قوته كلها وبيولع في الغابه لدرجه ان الناس والمذيع بيحس انه المكان بقى هيقع عليهم، وبيكون ويل لسه عايش وبيبقى مش عارف ايه اللي حصل، ولما بيبص قدامه بيلاقي الدنيا كلها نار وكانه دخل الجحيم. وبعد كده بيجي شيون وبيطلب طلب غريب، وهو ان ويل يدخل معاه في قتال، وبيهجم عليه ويل وبيطيره من قدامه، وبتبقى كوليت مش فاهمة ليه شيون بيعمل كده، ولما بتحاول تنقذه ويل بتلاقي جدار جليدي ضخم قدامها، وبيبقى يوليوس هو اللي منعها، وبيهجم بعد كده عليها، وبيتفاجئ ويل أول ما بيشوف كده، وبيصعد بعد كده هجمات شيون، لكن شيون بيجمع كل قوته وبيهجم على ويل وبيضربه ضربة قوية في إيده بيطير السيف، لكن بيرجع ويل يمسك بسيطة عشان يستعد للقتال. وبنرجع بالزمن وبنشوف شيون وويل وهم صغيرين، وبيحاول شيون إنه يخلي ويل من أتباعه، لكن ويل بيتجاهله وبيمشي، فبيجري شيون وراه
وبيمسكه، لكن بيبص له ويل بصة بيخوفه، فبيبعد شيون عنه. وبنرجع لوقت الحاضر وبنشوف ويل وهو بيهرب من شيون واللي بيضرب عليه تعويذة نارية، لكن بيقدر ويل انه يهرب من النيران وبيهجم على ويل، لكن ويل بيصد الهجوم بالسيف بتاعه، لكن بيقدر شيون يربطه ويرفعه لفوق، بس ويل بيكون مستعد وبيقطع الحبل اللي مربوط بيه، فيعمل شيون تعويذة قوية بتعمل انفجار كبير، بس ويل بيقدر يصد الهجوم بسيفه، فبيتعصب شيون لان بعد كل المحاولات دي ويل مش بيحصل له حاجة، وبيقول له انا عايزك تقتلني، فبيقول له ويل انا مش هينفع اقتلك عشان احنا في فريق واحد، فبيتعصب شيون وبيقول له انت لو ما قتلتنيش انا هحرقك وهخليك زي الرماد، وبيهجم عليه ويل لكنه بيتفادى الهجوم بتاعه. بنروح للمذيع والطلاب اللي بيكونوا مش مصدقين ان اعضاء الفريق الواحد بيتقاتلوا مع بعض، وبيسأل المذيع الأستاذ إدوارد إيه رأيك في اللي بيحصل؟ فبيبان على إدوارد إنه فرحان باللي بيحصل، وبيقول له ما ينفعش أعضاء الفريق يقتلوا بعض، وبيلاحظ المذيع إدوارد فرحان باللي بيحصل، وبنشوف كولات وهي بتهرب من يوليوس اللي بيحاول إنه يموتها، وبيهجم عليها يوليوس بشظايا التلج، فبتستخدم كولات التعويذة بتاعتها بتدمر شظايا التلج، وفجأة بتظهر تعويذة تحت كولات وبيظهر منها شعاع، وفجأة بيظهر يوليوس في كل مكان، وبيروح لفنجال وبيستخدم فنجال تعويذة بتاعت يوليوس بتجمده، وفجأة يوليوس بيتجمد وبيتدمر، لكنهم بيستغربوا إن يوليوس اتهزم بسرعة كده، وبيفهم فنجال إن دي خدعة من يوليوس عاملها، ودي بتكون من الماجيا فايندا. وبيبقى صديق شيون بيستغرب من اللي بيعمله شيون، هو بيكره ويل ومش عايزه يفوز، بس ازاي يعمل ده في المهرجان؟ فبيقول لي ريل انا فاهم شيون حاسس بايه، وهو بيحاول يطرد ويل من الأكاديمية. وبنروح لويل اللي بيكون مش عارف شيون ليه عايز يهزمه، وبيفتكر لما كانوا بيتضايقوا بيتنمروا على بعض، وهو بيسأل نفسه هو ليه بيعمل معايا كده وانا عمري ما عملت لكم حاجة، انا عارف اني فاشل وما طلبتش منكم تقبلوني، انا كل اللي عايزه هو اني انفذ وعدي. وبنرجع للوقت الحاضر على هجمة من شيون على ويل، لكن بيتفادى ويل الهجوم بتاعه وبيهرب منه، لكن بيعمل شيون تعويذة نارية على شكل صقر وبيخليه يهجم على ويل، لكن بيقدر ويل بحركة خادعة انه ينط لفوق ويتفادى هجوم الصقر، وبياخد السيف وبيجري ناحية شيون، لكن بيجمع الصقر قوته مرة تانية وبيهجم على ويل، فبيحاول يبعد عن النار، لكنه بيتفاجأ أول ما بيلاقي نار تانية في وشه، لكن بيستخدم ويل القفاز بتاعه وبيصدر بالنار، لكن فجأة في قذيفة نارية بتنزل ورا ويل، وبيبقى المذيع متفاجئ من اللي بيحصل، وبيبقى إدوارد مش متخيل إن ويل يعمل كل ده، وإن شيون يقدر يستخدم تعويذة يستدعي بيها حارس ليه، وبيكون مستكشف جماعة النار معجب بأداء شيون، وبيقول للتابع بيبلغ كاريوت ساحر البرج إن في طلاب كويسين. وبنرجع لشيون اللي بيكون متعصب وبيقول لويل هو ده كل اللي عندك؟ انت ما كنتش كده لما كنت بتحارب الوحش في الديماس. فبيقول له ويل انت ليه عايز تقتلني؟ فبيستغرب شيون من كلامه وبيقول له بعد اللي مريت بيه من اهانات وكل اللي حصل بتقول انك مش بتكرهني. فبيقول له ويل انا كنت عايز انتقم منك، بس دلوقتي انا عايز اهزم يوليوس. فبيتعصب شيون وبيقول له انا بمجرد ما بشوفك بحس اني متضايق، ولما بشوفك بترفض الاستسلام رغم انك مش بتعرف تستخدم السحر بيضايقني، ومع كده انت بتتجاهلني ومش بتبصلي. فبيتفاجئ ويل اول ما بيسمع الكلام ده من شيون، وبيقرر ويل انه يتحدى شيون، وبيستعد شيون وبيجهز الصقر وبيعمل تعويذات كتير وبيهجم الصقر على ويل، وبيبقى ورا كرات نارية كتير، بس لو فاكر ان ويل هيسكت لا والله، وبيتفادى كل النيران وبيدمر الصقر بتاع شيون وبيجري ناحية شيون لكنه بيولع في المكان كله، لكن فجأة بيظهر حاجز بيخبط فيه ويل وبيقع على الأرض، وبتبقى اللي عملت كل ده هي كوليت. فبيسألها ويل هو يوليوس فين؟ فبتقول له كوليت انا هجمت عليه لكنه اختفى فجأة، وبتقول له ويل يروح يوقف يوليوس، لكن بيقول شوان انا مش هخليه يتحرك. فبتقطعه كولات بتحذره انه يعمل اي حاجه، وبياخد ويل السيف بتاعه وبيمشي، وفجاه بيكون يوليوس واتباعه في الساحه وبيلاقوا ويل نازل عليهم فجاه، وبتكون إلفاريا قاعدة وبتدخل عليها المرافقة ساريسا وبتقدم لها أوراق بأسماء الأشخاص اللي المفروض يكونوا مؤهلين، وفي واحد بينهم أفضل واحد ممكن نعتبره من سحرة الجليد وهو يوليوس، وممكن يكون خليفتك. فبتقول لها إلفاريا ممكن، وبنروح للمواجهة اللي بين ويل ويوليوس، وبعد كده بيعمل يوليوس وردة ثلجية وبيقول لويل أنا كنت هبقى زعلان لو حققت فوز من غير ما أذلك، هكون متضايق. فبيقول له ويل لا ما تقلقش أنا هخليك تعتذر للأقزام، لكن بيهجم يوليوس على ويل بقنبلة دخان، لكن بيستخدم ويل قوته وبيستشعر وجود الثلاثة، وبيلاحظ إن في هجوم جاي من ورا وبيهجموا عليه هم الثلاثة وسط الدخان، لكن ويل بيكون عندي وبيهرب من الجليد
الجليد وبينط لفوق وبينزل وبيلاقي في وشه يوليوس وبيهجموا على ويل بكرة جليدية، لكنه بيقدر يصدها وبيبص ويل عليهم، لكن فجأة بيلاقيهم هم الثلاثة قدامه. لكن فجأة الناس كلها بيتصدموا أول ما بيشوفوا إن في نسخ كتير من يوليوس، وبيبقى ويل مش مصدق اللي بيحصل. وفجأة يوليوس بيخلي نسخة منه بتكون عند ويل تنفجر، وبيبقى ويل متجمد مكانه. ولما واركنر بيشوف السحر اللي بيستخدمه يوليوس بيقول إن السحر بتاع إلفاريا، بيتعصب ويل وبيقول أنت إزاي قدرت تستخدم سحر إلفاريا؟ فبيضحك يوليوس وبيقول له دي موهبة، أنا مش محتاج حاجة تانية، أنا اتعلمت ده بنفسي. لكن بيتعصب ويل من كلامه وبيدمر الجليد، فبيهجم عليه يوليوس مرة تانية، لكن بيقدر ويل إنه يدمر الجليد، وبيدمر ويل كل الجليد اللي بيعملوه. بعد كده ويل بيلاقي نفسه محاصر من نسخ يوليوس، وفجأة بيخرج منه شعاع بيوصل للسماء، وبيقرب الشعاع ده على ويل عشان يخلص عليه. وبيلاقي ويل نفسه جوه حاجز متين، وبيضرب ويل بالسيف عشان يكسره، لكنه مش بيقدر. فجأة بتظهر قوة جليدية ضخمة، وبيتفاجئ كل الموجودين بقوة يوليوس اللي هيدمر الملايين، وبيدمر ويل بالقوة الجليدية. وبعد كده بيفضل يوليوس يقول قد ايه هو قوي وهيكون خليفة إلفاريا. فبيحبوا الطلاب، وبتلاحظ إيريس إن يوليوس كان بيتلاعب بويل كل ده عشان يثبت إنه قوي. لكن فجأة بدون أي مقدمات بيكسر ويل الجليد، وبيتفاجأ يوليوس أول ما بيشوف كده، فبيخرج ويل وبيقول له شكرا إنك هديت أعصابي. فبيهجم يوليوس هو والنسخ بتاعته على ويل بشظايا الجليد، لكنهم بيكونوا فاكرين إنهم خلصوا على ويل، بس شكلهم غلبانين أوي. وبيظهر من وراهم وبيضرب الاتنين بضربة واحدة بيوقعهم على الأرض. وبيبقى ادوارد مش مصدق ان ويل قوته كبيره قوي كده. وفجاه كل نسخ يوليوس بتتدمر ومش بيفضل غير الاصليه. وبيقول له ويل انت كنت بتتحكم في النسخ بتاعتك بسبب اتباعك، وانت عمرك ما هتكون زي الفاريا. وبيهجم يوليوس على ويل بنبات الجليد، لكن بيقدر ويل انه يقطع النبات بالسيف. فبيعمل يوليوس تعويذات كتير، يخرج من شظايا التلج بتهجم على ويل، لكن ده مش بيأثر في ويل وبيخرج منه عادي، وبيقدر يتفادى كل هجوم يوليوس بيهجموا عليه. ولكن فجأة بيلاقي ويل قدامه، فبيعمل حاجز بيحمي نفسه بيه من ضربة ويل. فبيقول له يوليوس انت عرفت ازاي ان النسخة الأصلية دي أنا؟ فبيقول له ويل من درجة الحرارة، لأنك مش بتتحكم في النسخ بشكل مثالي. وفجأة النسخ بتاعت يوليوس بتتدمر، فبيتعصب يوليوس وبيهجم عليه بشظايا التلج، فبيدمرها ويل وهو واقف، وبيقول له التعويذة اللي انت فرحان بيها دي تعويذة كانت إلفاريا وهي عندها سنتين. فبيتصدم يوليوس من كلامه وبيتعصب، وبيعمل نسخ كتير منه، وبيعمل تعويذات كتير بيخرج منها شظايا التلج، وبيهجم بيها كلها على ويل، وبتنزل الشظايا في كل مكان. فبيجري ويل وبيحاول يتفادى كل شظايا التلج، وبيدمر واحد من نسخ يوليوس. فبيؤمر يوليوس النسخ بتاعته تقف ويل، بس ما يعرفوش ده مين، شكلهم غلبانين. وبيصد ويل كل شظايا التلج وبيدمر النسخ اللي قدامه. بعد قتال عنيف بيجري ويل ورا يوليوس وبيضربوا ضربة قوية بيطيروا ليه بعيد، وبيتفاجئوا كلهم أول ما بيشوفوا ويل قدر يهزم يوليوس. لكن اللي بيروح بياخد التاج هو بنجال، وبيقدر إنه يفوز. وبتجري كوليت على ويل، لكن بيبقى شيون متضايق إن ويل قدر يفوز على يوليوس، وبيتأسف ويل لكوليت إنه ما قدرش ياخد التاج. وبيجي الليل وبيعمل الأقزام مع أصحابه حفلة لويل علشان يقدر يهزم يوليوس، وبيكون واركنر موجود وبيشكر الأقزام على معاملتهم لويل. وبعد ما بتخلص الحفلة بيقول دونان لويل انت تم اختيارك من البرج. فبتقول كوليت ده عمره ما هيحصل. فبيقول لهم دونان المهم ان ويل يقدر ينتصر. وبيكون يوليوس هو اللي بيغسل الأطباق، وأتباعه هم اللي بيقدموا الطلبات وبينظفوا المكان. وبيقول واركنر بعد اللي عمله ويل ده الطلاب هيعملوا ويل زي. فبتقول له كوليت مش المفروض يعملوا ويل أحسن. وبيجي تاني يوم وبيبقى ويل كوليت ماشيين مع بعض، لكن فجأة بينادي عليهم اتنين من الطلاب وبيطلبوا منهم ينضموا للفريق بتاعهم عشان اختبار الدماس، واحنا معترفين بقوتك عشان كده احنا عايزينك معانا. لكن فجأة بيجي فريق تاني وبيتخانقوا الفريقين على مين ياخد ويل. وبعد كده بيجي فريق تالت وبيطلب من ويل ينضم ليهم، وبيبقى ويل مش عارف يتصرف ازاي مع كل دول. لكن فجأة بيعدي فينجنال وشيون ولهنال وبيشوفوا اللي بيحصل، وبتفتكر كوليت وبتقول هو ده اللي بيتكلم ماركنر عنه. فبتدخل وبتمنعهم وبتقول لهم انتوا كنتوا بتتريقوا على ويل كتير، ودلوقتي عايزينه معاكوا في الفريق. انتوا خليتوا ويل متضايق، لكن بيبقى ويل فرحان من اللي بيحصل له. فبتقول له بنت انت يا كوليت اللي كنت عايزه نفسك، وبتمسك ايده وبتقول له انا هخليك تهجم وتقاتل اي وحش. لكن بتضربها كوليت وبتقول لها احنا عندنا مشوار مع بعض. وبيجي الليل وبترجع كوليت لغرفتها وبتقول لها صاحبتها روز انت اللي هتخرجي مع ويل، لازم تكوني مستعده. فبتقول لها كوليت
أيوه معاكِ حق، أنا لازم أكون مستعدة. وعلى الناحية التانية بيكون ويل قاعد مع روستي وبيسأل روستي أنت رايح الدماس بكرة؟ فبيقول له ويل لا أنا رايح أتسوق مع كوليت عشان نشتري أدوات سحرية. وبيجي تاني يوم وبتكون كوليت لابسة أشيك طقم عندها، وبيقول لها ويل اللبس وتسريحة الشعر حلوين عليكِ. فبتتوتر كوليت أول ما بتسمع كده، لكن فجأة بيدخل عليهم روستي وبيقول لهم معلش اتأخرت. فبتقول له كوليت أنت مين؟ فبيقول لها روستي أنا زميل ويل في الغرفة. فبتبقى كوليت مش عارفة اللي بيحصل بالضبط. فبيقول لها ويل هو روستي كان عايز ييجي فقُلت له تعالَ. وبياخد روستي ويل وبيمشوا مع بعض، وبتتفاجئ كوليت لمّا بيسيبوها وبيمشوا. وبيبُص لها روستي عشان يضايقها، وبيروحوا المكتبة وبيكون ويل واقف لوحده. فبتيجي له كوليت ولسه هتكلمه، لكن فجأة بييجي له روستي وبيقول له هو ده اللي أنت كنت بتدوّر عليه. وحتى لمّا بيشتروا لبس اللي بيساعده روستي، وكل حتة بيروحوها فيها هو اللي بيبقى مع ويل. وبعد كده بيروح ويل بيقعد مع كوليت. فبيسألها ويل وبيقول لها في ايه؟ فبتقول له انت اللي في ايه؟ انت جايب روستي ده ليه؟ انا كل ما اروح معاك في حته الاقيه نطط. وبعد كده بيجي روستي وبيقدم لهم مشروب وبيقعد جنب ويل. فبتقول له كوليت لويل لا ما تروح تعمل السيف بتاعك عشان محتاج صيانه. فبيروح ويل عشان يعمل صيانه للسيف، وبيبدا الخناق ما بين روستي وكوليت. واثناء ما بيكون ويل ماشي بيظهروا لهانا فجاه وبتقول له انا عايز اقعد معاك شويه. وبيروحوا بعد كده مكان فخم، واول ما بتفتح الباب الباب بيبقى في جنال ويوليوس وشيون قاعدين جوه. وبتقول لي هانا انا عايزه احنا الخمسه نعمل فريق وهنهاجم الدماس. فبيتفاجئ ويل اول ما بيسمع كده، لكن بيكون شيون ويوليوس معترضين على وجود ويل. فبيقول ويل انا اللي جابني هنا وسط الناس مش بتحبني. وبيهجم شيون على ويل، لكن فجأة فينجال بيحول المكان لحديقة وبيقول لشيون بطل اللي انت بتعمله ده. وبتبقى ليهانا انها تشرح ليهم التطبيق العملي. قرب والسحرة الأعظم السنة دي عايزين أضيف ليهم ويل اللي قدر يعمل أداء رائع، بيمتلك شيء إحنا مش بنملكه. فبيقول لها يوليوس أنا مش موافق على الكلام ده مش هيقدر يواجه الوحوش وهيسبب لينا المشاكل وهيبقى عقبة. وبيقول شيون أنا مش عايز أكون معاك في الفريق تاني، لكن بيقول له فيجنال ايه اللي انت بتقوله ده كلام ملوش لازمة. انت ازاي بتتريقوا على شخص قدر يهزمكم؟ ويل عنده مميزات كتير وقدرة كبيرة على القتال، وأنا موافق على قرار ليهانا. فبتقول لهم ليهانا إحنا لو قدرنا نعمل فريق هنقدر نصعد للبرج. فبيقول لها ويل وأنتِ ما تمش اختيارك في مهرجان السحر. فبتقول له لا أنا جماعة البرق تأصلت معاها. فبيقول لها ويل طب أنتِ بتعملي كده. فبتقول له أنا لازم أحقق ده عشان عيلتي، أنا مش بس هكون في البرج، لا أنا هكون الماجيا فايندر. أنا عايزة اللي ليه مصلحة يمسك القطعة المعدنية ويحطها في الكوباية. وبيحطوا هما الأربعة العملات المعدنية ما عدا ويل، وبتكون كوليت وراستي واقفين مستنيين ويل. ولما بيلاقوا ويل بيسألوا هو كمان فين كل ده، لكن بيقول لهم ويل أنا انضميت لفريق ليهانا. وبيجي تاني يوم وبيشرح واركنر التطبيق العملي اللي المفروض من خلاله هتكون آخر فرصة ليهم. وبيروحوا بعد كده إدوارد اللي بيقول لهم في 4 ماتوا السنة اللي فاتت في التطبيق العملي ده وبلاش لأي تصرفات بطولية. وبيروحوا بعد كده علشان الديماس وبيكونوا عاملين معسكر هناك. وبتكون كوليت مع ويل في الفريق وبيشكر ويل روستي لأنه قدر يخلي معاه أدوات سحرية كتير. وبيقول لهم إدوارد في كل طابق موجود معسكر. وبتبدأ المسابقة وبيجري فريق ويل وبيستخدم فينجال قوته السحرية وبيطير الفريق ويبقى ويل خايف ومش عارف يعمل ايه وكان هيقع على الأرض، لكن فينجال بيلحقوا في آخر لحظة. وفجأة الحائط اللي وراهم بيتدمر وبيخرج منه نملة ضخمة وبيبقى في معاها نمل كتير قوي وبيستعد ويل انه يحاربهم، لكن بيوقفوا فينجال وبيقول ليهانا تهجم عليهم وبتهجم ليهانا عليهم بقوة والبرق بيدمرهم. وبيتفاجئ ويل من قوتها وبيكملوا طريقهم وبيستخدموا السحرة قوتهم وبيدمروا الوحوش، لكن فجأة بيظهر نملة ضخمة قدامهم ويل لكن بيجمدها يوليوس. وبيلاحظ ويل ان السحرة مش بيستخدموا سحر البحث وبيقول انا كده مش هقدر انقتل اي وحش. وبيقدر فينجال انه يقتل الوحوش كلها. وفينجال بيكون متضايق من وجود ويل وبيقول انا شكلي كده هشكك في اختيار ليهانا ليك. فبتقول لهم ليهانا قوة ويل الحقيقية لسه ما ظهرتش. فبيقول لهم يوليوس انا قلت ان ده هيكون عائق لينا. وبعد كده بيكملوا طريقهم وبيفضلوا السحرة يدمروا الوحوش وويل مش عارف يعمل اي حاجة وبيبقى متضايق وبيقول انا حاسس ان ماليش لازمة. وبيوصلوا المكان عشان يستريحوا فيه، فبيعمل فينجال سحر نار وهمي عشان الوحوش ما تقربش منهم. وبتقول لي هانا الويل يديهم الاكل وبيطلع ويل الاكل وبيديهم، لكن بيجي يدي فينجال يقول له حط الاكل على الارض وما تقربش مني لان انا مش بلمس اي شخص فاشل والشخص اللي انا شايفه هنا ناجح هو ليهانا. وبيبقى ويل عارف كل ده لانه قرا على الالف قبل كده وعارف انهم بيشوفوا نفسهم
أحسن من أي شخص تاني. وبتقول ليهانا إحنا هدفنا هو لومينوس لأن القيمة بتاعته 110 نقطة. وبيقول لهم شيون أي شخص بيتحدى بيدفع الثمن. فبتقول لهم ليهانا إحنا عندنا القوة إننا ننقل الوحش ده. وبنشوف شخص قوي وعنده قدرة سحرية كبيرة وقتل عدد كبير من الوحوش. وبنشوف يوليوس بيشوف عدد كبير من الوحوش مقتولين في الطابق العاشر وبيستغربوا لأن هم أخدوا الطريق المختصر والمفروض ما فيش أي حد سبقهم لهنا. وبيبقى ويل واقف قدام جثة من جثث الوحوش وبيقول الجثة دي ميتة وما فيش دليل على استخدام السحر. فبتقول لهم ليهانا الغرفة اللي فيها الوحوش موجودة قدامنا. وبيكملوا طريقهم ويكتشفوا شيء صادم وهو إن الوحوش مقتولة وبيستخدموا سحر البحث عشان يكتشفوا لو في أي فخاخ. وبيفتكر ويل لما كان قاعد مع واركنر وبيقول سحر البحث مش قوي ومن الصعب يتم كشف الفخاخ الذكية والسحرة يقدروا يستخدموا سحر الاختفاء. وبنرجع الوقت الحاضر وبيحس ويل ان في حاجة فوقيه فبيبص بيلاقي عيون حمراء. فبيقول لهم ويل خلي بالكم في وحش فوقيكم. فبيقدر الوحش عليهم بالقوة السحرية لكن بيقف ويل وبيصد القوة بالسيف بتاعه. وفجأة في وحش بيظهر ورا فانجال بيضربوا ضربة بيطيروا بعيد. فبيستخدموا كلهم السحر علشان يهجموا على الوحش لكن الوحش بضربة واحدة بيهدي المكان وبيقعوا كلهم. وبيلاحظ ويل ان فانجال مغمى عليه فبينط بسرعة عشان ينقذه. وبتحصل هزة جامدة في الديماس الطلاب بيحسوا بيها وبيكون روستي قلقان على ويل. وبنشوف ويل وفانجال بينزلوا في مكان وبيشوف ويل لان في إصابة في درع فانجال. وبيبقى شيون ويوليوس في مكان تاني وفي وحوش هتهجم عليهم وبتكون كوليت وليهانا مع بعض. وبنشوف فانجال بيحلم وهو صغير وكان بيتم التنمر عليه من شعبه حتى الملكة بتأمر بقطع ايديه لكنه بيفوق على الصوت وبيلاقي ويل قدر يقتل وحش ضخم. وبيلاقي فينجال مش مصدق ان ويل قدر يقتل الوحش ده. ولما بيقرب ويل منه بيتعصب فينجال عليه وبيبعد ايده. فبيقول له ويل انا عايز اعالجك. فبيقول له فينجال انا هعالج نفسي. وبيعالج فينجال نفسه. وبيلاحظ ويل ان المعدات بتاعتهم كلها اتدمرت. فبيقول ويل لفينجال احنا لازم ندور على كوليت وليهانا. فبيقول له فينجال احنا هنقعد نستنى حد ينقذنا. فبيقول له ويل احنا لو ما اتحركناش هنموت. وبنروح الطابق الثامن والوحوش بتدمر المعسكر. فبيسأل واركنر المسؤول عن المعسكر طب الباقي هم فين؟ بيكونوا مقتولين وراسهم مقطوعة. فبيتفاجئ وراكنر اول ما بيسمع كده. فبتقول المسؤولة انا مش عارفة الطابق التاسع ايه اللي حصل فيه بس اكيد حصل فيه زي اللي حصل هنا. فبيفكر وراكنر بيقول ده مش هجوم من الوحوش بس لا ده كمان استاذة الاكاديمية مقتولين. وبيبقى مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. وفجأة بيجي له ادوارد وبيقول له احنا لازم نلغي اللي بيحصل ده لانه هيسبب مشاكل لكل الطلاب. وبنشوف فينجال وويل وبيتمشوا في المكان وبيستخدم فينجال سحر البحث. فبيقول له ويل سحر البحث ده ملوش لازمه وانت محتاج لسحر. فبيزعق له فينجال وبيقول له لو وقعنا في كمين انت مش هتعمل حاجه. فبيقول له ويل سيب الاعداء عليا انا هخلص عليهم. فبيساله فينجال انت ازاي هادي كده؟ فبيقول له ويل انا عملت بحث عن الديماس وعرفت كل حاجه عنه. فجاه كيكي بيحس بحاجه فبيصرخ. فبيقول ويل في حاجه بتقرب علينا. فجاه بيخرج وحش ضخم من كل حته فبيهجم ويل عليهم وبيضربهم بالسيف ويقطعهم. وبيبقى فينجال واقف بيتفرج على مهاره ويل وبيظهر وحش ورا وبيقرب عليه فبيعمل سحر وهمي لكن بينادي عليه ويل وبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه. فبيهجم الوحش على فينجال لكن بيحدف ويل سكينه في وش الوحش وبسرعه بيضرب الوحش ضربه بيقسمه نصين. فبيضحك فينجال وبيقول له انا فاشل. فبيقول فينجال انا ما بقاش من غير من الاليليف في الأكاديمية وكل ده بسبب سحر الوهم وده سحر ملوش لازمة. فبيقول له ويل انت من افضل 3 سحرة موجودين في الأكاديمية. وبنروح لليهانا اللي بتكون بتقول نفس الكلام بتاع فيجنال وانهم شخص ما حدش عايزهم وهي شفت الموهوبين وهم بيصعدوا للبرج. فبتقول لهم كوليت انت من اقوى السحرة اللي موجودين. فبتقول لها ليهانا ده في الأكاديمية بس كانت في طالبة معايا في سنة أولى ومع كده بقت من السحرة اللي صعدوا للبرج. فبتقول لها كوليت انت أصدقائك على إلفاريا. فبتقول ليهانا من ساعتها وانا عرفت ان الطلبة اللي مش موهوبين هيفشلوا. وبنروح لفينجال وبيقول انا كان معايا اختي غير شقيقة اللي هي دلوقتي ملكة الالف. انا كنت فاكر هتكون معاها على طول لكنها كانت اقوى مني وقوية وقادرة انها تنشئ غابة المملكة وبقت من الماجيا فايندر وانا عشان اوصل لها فضلت اتدرب كتير لكن فضلت مجرد بديل. فبيقول له ويل انا وانت في بيننا شيء مشترك انت الف قوي وانا هحميك لغايه ما تبقى كويس. وبنروح بعد كده لكوليت بتقول لليهانا انا عرفت شخص بيحاول وفضل يكافح حتى لو الناس اتريقوا على ايه لو عارف انكم بتقولوا كده هيضحك. وبنروح لفينجال اللي بيحارب الوحوش وبيكون في الوحوش كتير لكن بيهجم ويل عليهم وبيقدر انه يخلص على اي حد.
وبعد ما بيخلص على الوحوش بيروح لفينجال وبيسأله لو هو بخير، فبيقول له فينجال انت ليه ما تخليتش عني؟ فبيقول له ويل عشان واثق انك انت كويس. بعد كده فجأة كيكي بيعمل صوت، فبيعمل فينجال البحث بتاعه لكنه مش بيوصل لحاجة. فجأة بيظهر وحش وبينزل عليهم مادة غريبة بتملى المكان، وبيشوفوا مخلوق ناري فبيستخدم ويل السلاح بتاعه وبيرميه عليه، فبيحصل انفجار كبير وبيولع في المكان. ويبقى فينجال مستغرب ان ازاي ويل قدر يهزم الوحوش دي كلها وانا ما قدرتش اقتل الوحش ده، وبيتعصب وبيقول السحر بتاعي ناقص. فبيحاول ويل انه يهون عليه وبيقول له احنا مش عباقرة ولازم نعمل اخطاء وانا وانت نفس الهدف. فبيأثر فينجال من كلام ويل وبيهجم الوحش النار على ويل، لكن ويل بيقدر يصد هجوم النار وبيهجم بعد كده على بقية الوحوش، وبيستخدم فينجال قوته وبيهجم على الوحوش وبيهجم الثلاث وحوش على ويل، لكن فجأة بيستخدم قوة السيف وبيصدر قوة النار وبيشجع فينجال. فبيقرر فينجال انه يعمل اي حاجة وينسى الماضي، وبيقوم فينجال وبيستخدم التعويذات بتاعته وبيهجم على الوحوش وبيقدر انه يدمرهم. وبينحني فينجال لويل وبيقول له انت محارب قوي. فبيقول له ويل انا كمان بحترمك وكنت بشوفك وانت بتتدرب. فبيسلموا على بعض وبيقول له ويل لفينجال مع ادوات من روستي من خلالها قدر اعمل خريطة من خلال الدماء. وبنروح ليوليوس وشيون وبيشد شيون يوليوس وبيستخبوا وبيحس ان في شياطين وبيلاقوا وحش فجأة بيهجم عليهم وبيبقى في وحوش كتير موجودة وبيقولوا ان الوحش ده من الطابق العاشر. فبيقول شيون ليوليوس اعمل للوحش نسخ كتير منك عشان يكونوا طعم للوحش. فبيقول يوليوس مفيش اي فرصة ضد العدد الكبير ده من الوحوش. فبيقرر شيون بيستخدم قوته عشان يهجم على الوحش. وبنروح للوحش اللي بتهجم على باقي الطلاب وبيقع ليريل على الارض وبتهجم الوحوش عليه، لكن فجأة الوحوش بتتربط بسلاسل وبتتدمر، وبيكون اللي قدر يعمل كده ادوارد. وبعدها بيجي واركنر بيبقى راكب على تنين وبياخد ادوارد معاه وبيقول لادوارد ان كل الفرق هربت الا فريق واحد هو فريق ريهانا وموجودين في الطابق العاشر. وعلى الناحية التانية بنروح لويل وفينجال اللي بيجروا، واول ما بيخرجوا من المكان بيلاقوا شيون متدمر ووحوش كتيرة، وبيتفاجئ فينجال انه قدر يدمر الوحوش دي كلها وبيكون هو ويوليوس قدروا يخلصوا عليهم. وبيقول ويل لكوليت وليهانا لسه لوحدهم. وبنروح لليهانا وكوليت وبتحس ليهانا ان في حاجه مش طبيعيه. فجاه بيشوفوا الاستاذ برونو قدامهم ودماغه بتقع من جسمه، وفجاه بيظهر معاه شخص وبيقول هما ازاي ما ماتوش لغايه دلوقتي، والشخص ده اسمه مارزي وبيقول احنا لازم نخلص عليهم. فجاه برونو بيمسك دماغه وبيدمرها وبيقول لهم احنا عايزين ندمر حاجز الماجيا فايندر، وبيهجم عليهم لكن بيوصل ويل وبيصد الهجوم بتاعه وبيهجم على ويل وبيطيره، لكن بيعمل فينجال حاجز بيوقف وبيوقع ويل على شجرة. وفجأة بيظهر قدامهم وحش ضخم وبيجمع قوة كبيرة وبيهجم عليهم بشعاع مدمر، لكنهم بيتفادوا الهجوم بسرعة. وبيقول ويل لليهانا احنا لسه عندنا وقت نخرج من احنا احياء، احنا لازم ننسحب. وبيهربوا كلهم ما عدا فينجال اللي بيفضل وبيبقى عايز يسيطر على الوحوش، وبيستخدم فينجال قوته وبيعمل حاجز لكن بيدمر الوحوش الحاجز وبيجمع قوة كبيرة وبيهجم على فينجال، لكن بيجي ويل وبينقذه قبل ما يتصاب. فبيضرب الوحش شعاع تاني عليهم وبيدمر المكان. فبيقول لهم ويل الوحوش ده من الطابق ال 25. فبيقول له ليوليوس طب ازاي الوحش ده وصل لهنا؟ فبتقول لهم ليهانا اكيد اللي وصلوا هنا هم الساحرين. وبيروح ويل وبيبص على الوحوش وبيلاقي وحوش كتيره واقفه يدوروا عليهم، وبيبقى اليأس تملك منهم ومش عارفين يعملوا ايه. فبيقول لهم ويل احنا لازم نقتل الوحوش عشان لو قتلنا القائد بتاعهم هيفقدوا قوتهم. فبيتعصب يوليوس وبيقول لهم انت اتجننت عايز نهزم الوحش ده؟ فبيقول لهم ويل انا عندي خطه ومش هجبركم على تقديم المساعده. فبيقول له يوليوس مين هيثق فيك؟ فبيقول له فينجال انا هثق فيه قدر ينقذني مرات كتير. فبتقول لهم كوليت انا واثقه فيه لانه عنده خبره في ديماس. فبيقول لهم شيون لو هرب مش هيوصلنا غير لو مطاردتنا من الوحوش. انا موافق على كلام ويل. فبيقول فينجال ليهانا احنا لازم نثق فيه. فبتقول ليهانا احنا كمان بنخطط انك تكون الدرع بتاعنا، بس شكلي كنت غلطانه، انت المفروض تبقى القائد بتاعنا. وبيقول لها يوليوس انتوا اتجننتوا. فبيقول له ويل احنا هننجح بيك لانك انت المفتاح، انا هعلمك تقنيه سريه. بعد كده بيتجمعوا كلهم عند مكان الوحش، ولما الوحش بيشوفهم بيهجم عليهم بشعاع لكنهم بينطوا بسرعه قبل ما الوحش يهجم عليهم. ويبقى يوليوس واقف ولسه هيقول التعويذه، الوحش بيدمر النسخه اللي هو عاملها وبيعمل يوليوس نسخ كتير، وبتكون هي دي التقنيه اللي عملها ويل ليوليوس. مهما النسخ اتدمرت التعويذه هتفضل مستمره. وبيظهر يوليوس الحقيقي وبيستخدم تعويذه على الوحوش. بعد كده بيقول ويل لاصحابه يهجموا وبيستخدموا السحر بتاعهم وبيهجموا على الوحوش، لكن الوحش مش بيتاثر من الهجوم بتاعهم. فبيهجم ويل على الوحوش وبيضربه بكل قوته، لكن الوحش مش بيتاثر. بعد كده بيضرب الوحش ويقدروا انهم يشتتوا الوحوش، وبيهجم يوليوس عليه بكل قوته وبيبقى الوحش متاثر من الهجوم بتاع يوليوس. وبيبقى ويل عارف انه هيحصل كده. فبيقول لليهانا تعمل
تعويذة وتهجم على الوحش، وبتجمع ليهانا كل قوتها وبتهجم على الوحش، لكن بتكتشف إن في حاجز قدامها وإن في شخص بيتحكم فيها عن بعد. فبيروح ويل وبينقذ ليهانا وبيأمر كيكي ويحميهم، وبيعمل كيكي درع وبيحميهم من الإشاعة، لكن الإشاعة بتكون قوية وبيدمر الحاجز. وبيبقى واركنر إدوارد شايفين كل حاجة في البلورة، وبيستغرب واركنر من وجود وحش زي ده. فبيقول له إدوارد إحنا لازم نبقى أسرع من كده، وبيقدر فينجال إنه ينقذ ويل وليهانا قبل ما يقعدوا على الأرض. وفجأة الوحش بيدمر الجليد وبيقرب عليهم، وبتهجم ليهانا وفينجال على الوحش علشان يدمره، وبتهجم ليهانا لكن الوحش بيهجم عليها وبيدمر الأرض، وبتبقى إنها تتفادى ضربته، لكن بيربطه فينجال في الأرض وبتهجم عليه ليهانا، لكن بيقدر الوحش يفك القيود وبيهجم على ليهانا. وبيبقى شيون بيفكر يخرج من هنا وبيهرب، فبيطلب ويل من شيون إنه يضربه لأن النضارة بتاعته اتكسرت. أنا خايف لدرجة إني عاجز عن فعل أي شيء. فبيتعصب عليه شيون وبيمسكه وبيرفعه لفوق وبيقول له أنت اللي بتعمل له ده مش ممكن، أنت ايه اللي اديتنا الامل عشان نكمل. وبيضربه بيقول له ليهانا وفينجال هيموتوا، وبيضربه وبيقول له اتحمل المسؤوليه. وبيفضل شيون يضرب في ويل لغايه ما ويل بيوقفه وبيشكر شيون وبيقوم مره تانية، لكن بتعيط كوليت وبتقول لشيون وهي بتعيط انا حاسه ان ويل خايف وانك تقابل خصوم اكبر واقوى منك ده شيء صعب. وبتسيبه وبتقول له انا كمان هقاتل، وبيهاجم على الوحش على ويل بشعاع عليه، لكن بيتفادى ويل هجوم الوحش وبتساعده ويل، وبيهجم الوحش على ويل ولكن ويل بيتصاب وبيقع على الارض، وبيعمل الوحش تعويذه كتيره وبيضرب اشعاع على ويل. وبعد ما الضربات بتنتهي بيظهر السيف في الارض، وبدون وجود ويل بيكون ويل طاير لفوق، وبتعمل كل التعويذه بتديله بيها سيف، وبيدخل شيون وبيبقى طاير فوق الصقر بتاعه فبيهاجم الوحش عليه، لكن بيدمر الطائر وبيبقى شيون كويس وبيستخدم قوة نارية كبيرة وبيهجم على الوحش، لكن الوحش مش بيتأثر من هجوم شيون وبيتحرق وبيقع منه بلورة، لكن البلورة دي بتفكر ويل بالماضي بتاعه، فبيرجع ويل وبياخد السيف وبيساعد شيون بتعويذة نارية بتحول السيف لسيف ناري. وبيتفاجئوا كلهم أول ما بيشوفوا كده، فبيضرب الوحش على ويل أشعة كتيرة، لكن بيتفادى ويل الأشعة، فبيخرج من قلب الوحش أشعة وبتروح في اتجاه ويل، لكن بيخترقها ويل وبيهجم على الوحش وبيولع فيه. بيقدر ويل انه يهتم الوحش بالسيف الناري، لكن بيتعب ويل وبيقع على الارض والسيف بيرجع لطبيعته، وبيكونوا فرحانين انهم هزموا الوحش، لكن فجأة بيظهر عدد كبير من الوحوش وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. وبيوصل واركنر وادوارد، لكن بيبقى في وحش بيهجم على يوليوس، لكن فجأة بيظهر سيف في المكان وبيظهر تعويذات تحت الوحش وبيخرج منها قوة وبتخلص على الوحوش كلها في لمح البصر. وبيستغرب ويل لأن دي تعويذة إبادة، وبيبقى الشخص اللي عمل كده هو آرون، ومعاه عصا حاكم الضوء السحرية وده الماجيا فايندر، وبيقول له انتوا قتلتوا بشجاعة. فبيفرحوا كلهم أول ما بيسمعوا كده وبينجحوا كلهم لآرون. بيقرب واحد من أتباع آرون وبيروح لويل وبيقول له أنت اسمك إيه؟ فبيقول له ويل اسمه، وبيقول أنت مين؟ فبيقول له أنا فين، وبيمديله إيده علشان يقومه. وبيكون السحرة واقفين وبيقولوا مارزي إننا ننقل البضاعة كان القرار الصح، ولو ما كانش اتهجم علينا ما كانتش الفرصة سنحت لينا. فبيقول له المساعد بتاعه احنا قدرنا ننجز المهمة. وبيجي تاني يوم وبيخرج 11 ضحية من الأكاديمية، وحاولوا إنهم يعرفوا الأشخاص اللي ورا الحادث ده، لكنهم ما قدروش يوصلوا لأي شيء. وبيكون ويل وباقي فريقه في استراحة وبيتكلموا عن اللي حصل في الديماس، وبتبقى كوليت مش مصدقة إن الأستاذ برونو وباقي الطلاب ماتوا. فبتقول لهم ليهانا أنا عملت الفريق عشان يتم الاعتراف بينا من البرج، وقدرنا نعمل الفريق عشان بشكركم على جهودكم. فبيقول لها ويل احنا قدرنا نهزم الوحوش ولما تكتفنا وقدرنا ننجح في هزيمة الوحوش. فبيقول لها يوليوس أيوة احنا كنا هنموت بسببه، وعمل خطة اتحملت خطورتها لوحدي. فبتحط كوليت تفاحة في بقه وبتسكته. فبيسأل ويل عن القوة اللي كانت عنده، فبيقول لهم ويل أنا مش عارف هي جات لي إزاي. فبتقول لهم كوليت احنا نسأل الأستاذ واركنر ممكن يكون يعرف حاجة. فبيفتكر ويل الشخص اللي اسمه فيرن وبيسألهم عليه. فبتقول له ليهانا ده من عيلة فان وانا قريت عنهم قبل كده، رغم انهم ما كانوش يقدروا يستخدموا السحر، استخدموا معرفتهم عن الديماس وعملوا عقد مع البرج، ومن خلال مساعدتهم قدروا يوصلوا للطوابق السفلية. وبنروح بعد كده لفان اللي بيكون جايب هدية لمديرة الأكاديمية، وبتكون الهدية سيف. فبتقول المديرة ده السلاح اللي موجود في التقرير اسمه قاتل السحرة. فبيقول لها فين؟ احنا وصلنا الطابق ال40 وواجهنا مجموعة من الوحوش وقتلوا 20 ساحر، والشخص اللي بيعمل كده ده بيعمل تجارب في الديماس. فبتقول له المديرة هم كانوا بيجمعوا الموارد وبدمج مور معين قدروا يعملوا السلاح ده. فبيقول لها فين أمرني أرون إني أتحرى إن عن الموضوع، وبيطلع يقعد على المكتب وبيقول للمديرة ما تكلميني شوية عن ويل. فبتعرفوا المديرة كل حاجة عن ويل وإنه عايز يوصل للبرج،
وبيجي تاني يوم وبيبقى ويل قاعد يتدرب، واصحابه مش مصدقين ازاي بيتدرب وهو لسه تعبان، لكن فجأة بيجي شيون وبينادي على ويل وبيقول له قتلني، وبينط من الشباك، واول ما بينزل على الارض بيتفاجئ اول ما بيلاقي نفسه تعب. فبتقول له كوليت انت بتعمل ايه؟ حالتك ما تسمحش انت تعمل كده. فبيقول لها شيون لو هو يقدر يعمل كده انا اقدر اعمل كده انا كمان. فبيقول له ويل ما تضغطش على نفسك. فبيقول له شيون انت قلت ان هيكون بينا قتال، والشخص ما يقدرش يهزمني ما يقدرش يوصل للبرج. وينفذ ويل طلب شيون وبيبداوا القتال، وبيتفادى ويل كل الهجمات بتاعت شيون. وبيتفاجئ واركنر اول ما بيشوف القتال اللي بين ويل وشيون، فاول ما بيشوفوا بيهربوا وبيكونوا كلهم بخير، وبيروحوا بعد كده يحضروا امتحانات الاخيره ليهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الملخص. قولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك علشان نوصل لكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.